السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية حلم البكاء على الميت في المنام لابن سيرين. فسر ابن سيرين رؤية البكاء على الميت في المنام بحاجته للدعاء والصدقات. قد يدل البكاء الشديد على الميت المجهول في المنام على الفساد في الدين أو في الدنيا. البكاء مع النواح على الميت في الحلم بيدل على كثرة الهم والغم، وبتشير رؤية البكاء مع اللطم على الميت في المنام على الحزن. ومن رأى إنسان يعرفه مات وهو يبكي عليه في الحلم فإنه يقع في مصيبة أو هم شنيع. وقيل البكاء في جنازة الميت في المنام بيدل على سوء السعي والفساد. من رأى أنه يبكي على الميت أثناء دفنه في الحلم فإنه يعرف الحق ويبتعد عنه. وبتشير رؤية البكاء على قبر الميت في المنام إلى ضياع الرائي وضلالته في دينه. أما البكاء في عزاء الميت في الحلم بيدل على ندم الرائي على المعصية قد ارتكبها. من رأى أنه يبكي على ميت عند غسله في الحلم وهو ميت في الحقيقة فهذا بيدل على وجود ديون ومبالغ في ذمته بحاجة للسداد. أما رؤية البكاء على الميت عند دفنه في المنام وهو ميت بتدل على ثقل الأمانة والوديعة التي يحملها الرائي من بعده. وقيل من رأى أنه يبكي على ميت في الأيام الثلاثة الأولى بعد ما ماتوا في المنام فبيدل على رحمته ورقة قلبه. أما من بكى على الميت في الحلم بعد ما ماتوا بفترة قليلة فإنه يكثر الدعاء والصدقة له. وقيل البكاء على الأم الميتة في المنام بيدل على طلب الرضا من الله والوالدين. أما رؤية البكاء على الأخ الميت في الحلم بيدل على تعرض الرائي للظلم. البكاء على الميت في المنام وهو حي في الحقيقة دليل على وقوع هذا الشخص في بلاء، وقد يدل على حدوث ضرر أو أذى له. والبكاء والصراخ على الشخص ميت في الحلم وهو حي في الحقيقة بيدل على وقوع هذا الشخص في التهلكة أو العذاب. أما البكاء واللطم على شخص يموت في المنام بيدل على وجوب تنبيه هذا الشخص من غفلته عن الدين. البكاء بحرقة على الميت في المنام وهو حي بيدل على نجاة هذا الشخص من كرب وخروجه من ضيق. وبتشير رؤية البكاء على شخص يموت دون دموع في الحلم إلى وقوع هذا الشخص بالفتن. ومن رأى أنه يموت والناس يبكون عليه في الحلم فهذا بيدل على وقوعه في مصيبة. ومن رأى الناس يبكون عندما ماتوا ودفنوا في المنام فإنه يهلكه الهم والغم. وقيل البكاء على موت الأم في المنام وهي حية في الحقيقة بيدل على غضب الوالدين. أما رؤية البكاء على موت الأخ في الحلم وهو حي في الحقيقة بتدل على حاجة الرائي للمساعدة. رؤية البكاء الشديد على شخص مات في الحلم وهو حي تدل على الحزن على سوء أحواله وظروفه ذلك الشخص، وقد تدل على فراق الأحبة. وبتشير رؤية القهر والبكاء الشديد في الحلم على شخص مات وهو حي إلى خيبة الأمل كبيرة بتصيب الرائي. أما البكاء الشديد على موت شخص معروف في المنام بيدل على تقديم المساعدة والعون له في محنته. أما رؤية البكاء الشديد على موت شخص محبوب في المنام بتدل على الخسارة في العمل. البكاء الشديد على موت شخص من الأقارب في المنام بيدل على التفكك الأسري. أما رؤية البكاء الشديد على موت شخص من الأصدقاء في المنام وهو حي في الحقيقة بيدل على تعرض الرائي للغدر ممن حوله. كمان بنقول إن البكاء على الأب الميت في المنام دليل على الحاجة للحماية والأمان، وقد يدل على كثرة الأعباء والهموم. من رأى أنه يبكي بقهر على الأب الميت في الحلم فهذا يدل على فقدان السند والدعم في حياة الرائي. وبتشير رؤية البكاء بحرقة على الأب الميت في المنام إلى شوقه الكبير وحنينه إليه. والبكاء الشديد على موت الأب في المنام وهو حي في الحقيقة بيدل على عدم التوفيق في المساعي والأعمال. ورؤية البكاء على موت الأب الميت مرة أخرى في المنام بيدل على الندم على أفعال وذنوب ارتكبها الرائي بحق أهله، والله أعلم. بنقول هنا حلم البكاء مع الحي بيدل على مشاركة الرائي همومه وأحزانه مع الآخرين. قد يدل على ندم الرائي على إيذاء الآخرين. ومن رأى أنه يحضن شخص حي ويبكي معه في المنام بتزول همومه وبيخرج من ضيقه. ورؤية البكاء مع شخص حي في الحلم بتدل على تقديم المساعدة لتفريج الهم والكرب. رؤية البكاء مع شخص حي على الميت في المنام بتدل على إداء الحقوق ووفاء ديونه. تشير رؤية البكاء مع شخص حي في عزاء في المنام إلى تكاتف الرأي مع غيره في الأعمال. البكاء بحرقة مع شخص حي في المنام بيدل على الشوق لشخص ما. أما البكاء الشديد مع صراخ مع شخص حي في الحلم بيدل على التعرض للخداع والمكر. حلم حضن الميت والبكاء معه بيدل على وقوف الرائي مع أهله. رؤية الميت في المنام وهو حي وبيعانق شخص حي وبيبكان الاتنين مع بعض
بتدل على الفقدان والموت، والله أعلم. رؤية البكاء على الميت في المنام للفتاة العزباء بتدل على التقصير في دينها. رؤية البكاء على الميت في المنام وهو ميت في الحقيقة للعزباء بتدل على وجوب طلب الدعاء له. رؤية البكاء على الميت في المنام وهو حي في الحقيقة للفتاة العزباء بتدل على نيلها هم من هذا الشخص. رؤية البكاء الشديد في الحلم على شخص مات وهو حي للعزباء بتدل على المشاكل والهموم. رؤية موت شخص والبكاء عليه في المنام للفتاة الغير المتزوجة بتدل على يأسها من أمر ما تسعى إليه. وبتشير رؤية موت الحبيب والبكاء عليه في الحلم للعزباء إلى عدم إتمام الخطبة. البكاء على الأب الميت في المنام للعزباء بيدل على حاجتها للحماية. رؤية البكاء على الجد الميت في الحلم للعزباء بيدل على سلب حقوقها من الميراث. أما بنقول هنا رؤية البكاء على الميت في منام المرأة المتزوجة بتدل على انشغالها عن الطاعة. ورؤية البكاء على قبر الميت في المنام للمتزوجة بتدل على ضياع فرصة كبيرة في حياتها أو على شعورها بالذنب لفعل منكر ارتكبته. أما إذا رأت المرأة المتزوجة أنها تبكي وتلطم على الميت في المنام فهذا يدل على وقوعها في بلاء. رؤية البكاء على الزوج الميت في المنام هو ميت في الحقيقة بتدل على التقصير في الصدقة والدعاء له. رؤية البكاء على الزوج الميت في المنام وهو حي في الحقيقة للمتزوجة بيدل على تقصيره معها. رؤية البكاء الشديد في الحلم على شخص معروف مات وهو حي للمتزوجة بتدل على خيبة أمل لها. رؤية البكاء مع الابن الحي في المنام بيدل على خوفها الشديد عليه. رؤية موت الزوج والبكاء عليه في المنام بيدل على عدم الوفق بينهما. والبكاء والنواح على الأب الميت في المنام للمتزوجة بيدل على هم كبير، والله أعلى وأعلم. أما رؤية البكاء على الميت في منام المرأة الحامل، رؤية المرأة الحامل بتبكي على شخص ميت بيدل على وقوعها في ضيق. رؤية البكاء الشديد في الحلم على شخص من الأقارب مات وهو حي للحامل بيدل على وحدتها وحاجتها للمساعدة. أما إذا رأت المرأة الحامل إنها تبكي بدون صوت على الميت في المنام فهذا يدل على زوال همها. رؤية البكاء والصراخ على الابن الميت في المنام هو ميت في الحقيقة للحامل بيدل على قلقها على الجنين. رؤية البكاء والعويل على الابن الميت في المنام وهو حي بيدل على خسارتها للجنين. رؤية موت الجنين والبكاء عليه في المنام للحامل بيدل على أذى يلحق بها. رؤية البكاء مع الزوج الحي في المنام بيدل على الوقوف إلى جانبه في حزنه. رؤية بكاء الجد الميت في الحلم للحامل بيدل على ضياع إرثه. والبكاء على الأب الميت في المنام للحامل بيدل على عدم استقرار حملها، والله أعلم. أما رؤية البكاء على الميت في المنام للمرأة المطلقة بيدل على الندم الشديد وضياع الفرص. رؤية البكاء الشديد في الحلم على رجل مات وهو حي للمطلقة بيدل على تسلط الآخرين عليها. أما إذا رأت المرأة المطلقة إنها تبكي بدون دموع على الميت في المنام فهذا يدل على قهرها من الآخرين. رؤية البكاء على شخص ميت في المنام هو ميت في الحقيقة للمطلقة بيدل على ضياع حقوقها. أما رؤية البكاء على الميت في الحلم وهو حي في الحقيقة للمطلقة بيدل على يأسها وتعاستها. ورؤية موت الأخ والبكاء عليه في المنام للمطلقة بيدل على ظلمها ووحدتها. رؤية البكاء مع الطليق الحي في المنام بيدل على الشوق إليه. سماع صوت البكاء والعويل على الأب الميت في المنام للمطلقة بيدل على سماعها خبر حزين. وعندما ترى المرأة المطلقة موتها والناس تبكي عليها في الحلم فهذا يدل على وقوعها في مصيبة، والله أعلم. دي كانت حلقتنا النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.